الاستقالات قصد يعني كانت مدبرة، وأن هناك اجتماعات عقدت وما إلى ذلك من أجل الإطاحة بهذا المجلس دون الاستصحاب اللوائح ذاتها اللي أنت بتتحدث عنها، في أنه حطب المجالس المادة 26(3) من قانون هيئات اللي تقول من المجالس من 7 من 9 إلى 15. في حال استغالاتكم أنتم الخمسة المجلس ربما بتعيين شخص ثالث حسب ما علمنا لاحقا انه الهلال من حقه يعين 3 يمكن ان يستمر المجلس. ما فكرتوا في المسألة دي؟ ما شاورتوا قانونيين فيها؟ الحصل شنو في الفترة دي حاسمعك بالتأكيد، لكن معنا تلفون. الو زميل الاستاذ محتسب محمود، مرحبا. مرحبا بك استاذ فاطمه الصادق، ومرحبا بضيفك الكريم. تفضل. في البدايه الواحد بيهني جماهير الهلال التي اتت بهذا المجلس، والتي اكدت رفضها لحركات المعارضه من خلال حصول المجلس على نسبه 98% في الانتخابات التكميليه. نعم. الحقيقه كلام تابعت من بدايه الحلقه كلام الاستاذ الطاهر يونس، ويعني بشوف انه حاشد جدا بالمتناقضات. نعم. الاخ الطاهر يتكلم عن انه هو بايجاده الخاص حل حوالي 75% من المديونيه بايجاده الخاص وبواسطه سكرتاريته اللي حددت الديون الهلال وكذا. فاذا كان اصلا هم حلوا زي 75% من ديون الهلال، لماذا يعني الديون الى الان متراكمه؟ كل يوم يظهر شيء جديد، وكل يوم ديون جديده، ديون فندق الصداقه موجوده، ديون المحترفين الاجانب، ديون الاجهزه الفنيه الاجنبيه، شكاوي الفيفا، حتى اللاعبين المحليين ناس حموده وغيره. يعني الديون كما هي، يعني اين هي ال 75% التي يتحدث عنها الاخ الطاهر يونس؟ في حته ثانيه يعني مفارقه مضحكه، بيتكلم الطاهر يونس عن انه اللمين يغير من بعض اعضاء المجلس لسحب الاضواء، وبيتكلم عن اخونا دكتور كاروري انه اللمين غار منه. فاذا كان اللمين وبيفتكر انه الكاروري عنده خبره كبيره يعني خلت اللمين يغير، ايهما يعني ادعى للغيره، دكتور كاروري ولا الفريق بحر اللي كان رئيس اتحاد المبيض ورئيس اتحاد مدني ورئيس اتحاد القضارف ووصل في الرتبه العسكريه لمرتبه الفريق؟ ايهما ادعى للغيره، دكتور كرار تهامي وزير المغتربين والرئيس الجاليه السودانيه في السعوديه؟ ايهما ادعى، جاجرين ودكتور حسن ولفيف، يعني من الناس اللي هم يستحقوا انه يغيروا عليهم اكثر من دكتور كاروري مع احترامنا له يعني. نعم. برضه بيتكلم عن سرقه الاضواء في قضيه اوتوبنك، وبيناقض نفسه يقول انه هو جاب القروش. فكيف يجيب القروش ويكون ما عارف انه القروش دي ماشيه لوين، وهو كان مبعد تماما عن الملف ده؟ ففي كميه من الاسئله المفروض اخونا طاهر يونس يجاوب عليها، وما قدر يتكلم عن انه هو قدم استغاثته بعد ذاك مشى طعن في انه ليه يقبل استغاثته المتناقضات دي، نخليها لوقت اخر، لكن يعني احتراما لنظام البرنامج نقدم ملاحظاتنا دي ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك يا زميل محتسب. سألنا قبل مداخلة الزميل محتسم محمود عن الاستغالات. يا ريت نعرف الدار في الفترة ديك شنو، وليه ما تفاكرتوا وتشاورتوا قانونيا من أجل وضعية المجلس ما بعد استغالات ال5 أعضاء؟ وبالتأكيد احنا يعني كنا علم تام بكل ما يتعلق بأمر المجلس من شرعيته وعدمه، وكل الاستشارات تمت على مستوى عالي جدا بخبراء قانونيين، وهم اللي بعدها تابعوا كل القضايا المطروحة الآن أمام المحاكم. نحن متيقنين تماما أن هذا المجلس بتلك الوضعية هو مجلس غير شرعي. نعم. حتى بعد ما أصدرت المفوضية قرار بشرعية المجلس، لجنة الاستئناف قضت بعدم شرعية المجلس. طبعا في يعني جدل كبير جدا حول هذه القرارات، ولكن أنا
في حاجة لازم أقولها. أنا أفتكر من عيوب قانون 2007 هو أنشأ تحديدا مؤسسات، والمؤسسات دي أفتكر أنها مؤسسات ضرورية. نعم. ولكن عندما أنشأ هذه المؤسسات أوكل أمر هذه المؤسسات للجهات التنفيذية، يبقى أفرغ محتواها العدلي منها. نعم. بمعنى أن المفوض يعين الوزير بكل مخصصاته، والمفوض هو الذي يعين الأشخاص الآخرين في المفوضية، ورئيس لجنة الاستئناف يعين. كل سنة وأنتم طيبين. نعم، كل سنة وأنتم طيب. إذن مرحبا من جديد كل المستمعين الأفاضل، وما زال ضيفي داخل الاستوديو الباش مهندس الطاهر يونس عضو مجلس الهلال المستغل. أستاذ طاهر إذا فضلت لنا 10 دقائق ودايرين نجاوب على استفسار الزميل محتصم وسؤال الزميل محتصم، وأيضا قسم خالد تحدث عن أنه هناك سند لاستمرارية هذا المجلس. هل توافق هذا الرأي رغم الإخفاقات المجلس التي ذكرها حسب وجهة نظره؟ تحدث عن خطأ CDB ودومينيك وتعليق شماعة الاتحاد العام، وتحدث عن معسكر الهلال، وتحدث عن ضبابية بالنسبة لمستقبل الهلال. طيب، أنا في جزئية في كلام أخونا مبارك البلال ما يتعلق بعلاقتي بالأخ كاروري. نعم. أنا بقول لأخ مبارك هي تطابق رؤى، يعني أنا والأخ كاروري في مواقف كثيرة بتطابق رؤانا، وسواء عبرت عنها أنا وعبر عنها كاروري هي نفس الرؤية يعني. نعم. فلا أعتقد إنه أنا ظل كاروري أو فده يعني فيه نوع من التجني يعني. على العموم هذا ما أردت أن أشير عليه. بخصوص ردع الأخ معتصم قبل الأخ، خلينا نجاوب على قسم بعدين نرد على محتصم. هل هناك سند فعلا لمست أن هناك سند لمجلس الهلال موجود حاليا أو لهذه المجموعة؟ أنا بتكلم على المؤسسات. نعم. أنا لا أتحدث عن أكثر من ذلك يعني. أنا ما لمست أنه هذه المؤسسات التي تصدر القوانين أو تنفذ القوانين هي مؤسسات ليس لديها الرغبة في ذلك يعني. نعم. يعني ربما تكون في رؤية أنه الاستقرار يتطلب ذلك يعني أو خلافه، لكن هذه المؤسسات ليس لديها أي رغبة في إنفاذ القوانين على الوجه الصحيح. نعم. الزميل محتصم تحدث عن إذا كانت يعني إذا أنت حليت الديون بنسبة 75% كما ذكرت في بداية الحلقة، ليه الديون متراكمة لحد الآن من محترفين لفندق قصر الصداقة لشكاوي الفيفا لشكاوي اللاعبين المحليين وما إلى ذلك؟ أنا لم أقول إني حليت 75% من ديون الهلال، وإذا ده فهم يعني تسرب للمستمعين خطأ. أنا قلت إنه المديونية اللي أخذتها من الأخ اللمين وقتها وبوبتها أنا كان على عاتقي منها 75% من أصل الداينين. نعم. أتحدث معهم، وقد أكون أفلحت في حلحلة 20 30 40% من هذه المديونية، ولكن كانت مديونية مقدرة وقتها. أنا لم أقول إن حليت كل مشاكل الهلال أو 75% من مديونية الهلال. هي مديونية كبيرة جدا كانت، ولكن وقتها المديونيات المزعجة، تحدث عن المديونيات المزعجة يعني. نعم. ولا كانت في سوح المحاكم، وكانت في 11 قضية أمام المحكمة وقتها. نعم. يمكن أعلق أيضا على تسجيل أوتوبونك وتوريه وحديثك في أنه رئيس نادي الهلال ربما يعني شعر بسحب البساط من تحت أقدامه. أنت فهمت حديثك في بداية الحلقة، وهو تحدث في أنه الكلام ده ربما يكون متناقض، وتساءل أيضا أو شبهها بأنه هي بنفس الطريقة اللي أنت قدمت استقالتك ثم ذكرت في اليوم البعدية في أنك أنت حتسحب الاستقالة. طيب، أولا نبدأ بالاستقالة. أنا لم أسحب استقالتي ولم أتردد في تقديم الاستقالة على الإطلاق.
أنا ما قلته في صبيحة اليوم الثاني عندما اجتمع أعضاء مجلس إدارة نادي الهلال المتبقين ونظروا في قبول استقالتي أو رفضها. أنا قلت هؤلاء الأشخاص لا يملكون قبول الاستقالة أو رفضها. نعم. وكنت بذلك أود أن أرسل رسالة إن المجتمعين لا يقرؤون اللوائح جيدا، وقلت بإمكاني الآن بعد موافقتهم هم نعم من داخل الاجتماع على قبول استقالتي، قلت بإمكاني الآن أن أسحب استقالتي وكأن شيئا لم يكن. وأردتها رسالة، وربما الأخ معتصم مع كثيرين داخل المجلس لم يفهم هذه الرسالة. هذا يعني أمر آخر، لكن هذه كانت رسالة. نعم. بخصوص أنا بتحدث عن وقائع، في كثير من هذه الوقائع تفاصيل لا يمكن أن أذيعها كده على الهواء يعني، ولكن أنا بعطي إشارات يعني لتفاصيل لأشياء حدثت. نعم. أنا كنت جزء منها. لعل هذه الإشارات تكون هذه للناس لفهم بعض التفاصيل يعني. نعم. ولكن ليس كل ما يعرف يقال يعني. نعم. ولا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك يعني. نعم. بخصوص ما يتعلق بحديث الأخ قاسم أيضا، كل هذه أنا أفتكر أنه الإخفاق في قيد اللاعبين هي من صميم المشاكل الإدارية. يعني نظام مطابقة الانتقالات الTMS نظام واضح يعني، من داخل بيتك بالكود ممكن تعمل مطابقة للبيانات. نعم. وانتقال اللاعب يتم انتقال تلغائي يعني. نعم. فاللوم لا يقع على الاتحاد ولا يقع على اللوم، يقع على الشخص الذي يعني نعم. يستخدم هذا النظام يعني، اللي هو الشخص الإداري. ما هو الأمر المرتجع للباشمهندس الطاهر يونس في مواصلة إصراره على مواصلة الشكاوى والطعون رغم علمه أو حديثه في هذه الحلقة أن كل الأحكام التي صدرت في السابق إذا كانت سلبية أو إيجابية لن يتم تطبيقها على هذا المجلس؟ هي أنا زي ما قلت لك هي كانت أحكام من لجان قضائية وليست من محاكم. نعم. والآن القضية هي ذهبت إلى المحاكم، ونعتقد أن القضاء السوداني قضاء نزيه، ولن يكون هنالك أي تدخل من أي جهة في شأن قضائي خالص يعني أمام المحاكم يعني. نعم. رأيك شنو في مبادرة لم الشمل الهلالي التي أطلقها الدكتور كرار التهامي وأيضا الدكتور علي قاقرين في الفترة الجاية؟ يعني هل يمكن أن يتداعى أبناء الهلال ومنهم الطاهر يونس أو في مقدمة لعقد جلسات للتصافي وإعادة المؤسسية إلى ديار الهلال من جديد؟ أفتكر دي نوايا طيبة يشكروا عليها، لكن أفتكر أنه في قضايا أساسية نعم لا بد أن تحل داخل. هي المسائل ليست تطيب خواطر يعني. أنا ضد من يرى أن هنالك خصومات. نعم. أنا أفتكر أنه في تباين في وجهات النظر، وأنا شخصيا ليس عندي أي خصومة مع أي شخص يعني. نعم. وأكره كلمة خصومة. أنا أميل دائما للخلاف في الرأي وليس للخصومة. نعم. وكلنا يعني جمعنا هذا الهلال الكبير العظيم، وحدود الهلال حدود الكيان نحن ملتزمين بها تماما. نعم. بعيدين عن شخصنة أي قضايا. احنا نتحدث عن قضايا تهم الهلال وتهم مستقبل الهلال. إذا كل هذا التداعي لهذه المصلحة مرحبا. نعم. أخيرا الباش مهندس الطاهر يونس، كيف تنظر لمستقبل الهلال؟ موسم جديد، مجموعة جديدة من اللاعبين، مساعد مدرب جديد، عدد من التعديلات والتغيرات التي حدثت في العاملين نفسهم داخل الهيكل الإداري الهلالي. كيف تنظر لكل هذه التفاصيل في مقبل الأيام ونحن نستعد لموسم جديد بعد أيام؟ والله ننظر بقلق شديد وإشفاق حقيقة، لأنه أنا ما أراه يعني بيمثل عندي مصدر قلق. دائرة الكورة عندما تدور في جمهور كبير وعريض يتفاعل مع هذا الدوران. نعم. وأي إخفاق مع هذه الأخطاء التراكمية سوف تكون نتائجه كارثية. نعم.
أنا شاكر لك جدا الباشمهندس الطاهر يونس عضو مجلس الهلال المستقيل. شكرا لكل المستمعين وتقبلوا تحيات أستاذ عبود سيف الدين، أستاذ عمر غرشي في الإشراف، وزميلي الذي رافقني عبر التنفيذ هيثم ياسين، وهذه تحياتي فاطمة الصادق.